بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. يقترب نادي الهلال السعودي من الإعلان رسميا عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوي بعد مفاوضات طويلة لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق. وتشير التقارير الصحفية الواردة مؤخرا من داخل نادي الهلال أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل ستعلن رسميا عن ضم البرازيلي رينار لودي ظهير مارسيليا الفرنسي الأيسر يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين بشكل رسمي. لودي الذي سينتقل إلى نادي الهلال مقابل 22 مليون يورو، بينما يحصل اللاعب على 3 أضعاف راتبه الحالي مع نادي مارسيليا الفرنسي. وأكدت التقارير الصحفية الواردة أن كل شيء انتهى بين الطرفين، ويتبقى فقط تخطي اللاعب الفحص الطبي ومن ثم التوقيع بشكل رسمي على العقود التي ستربطه بنادي الهلال. ودخل مارسيليا الفرنسي في محادثات متقدمة للتعاقد مع جوج دويج لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي كظهير أيسر جديد للفريق، خلفا للودي الذي سينتقل بشكل رسمي إلى نادي الهلال. وعلى جانب آخر يحتضن ملعب المملكة أرينا بطولة كأس موسم الرياض من عام 2023، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 29 من شهر يناير، وتستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 من شهر فبراير بمشاركة انتر ميامي الأمريكي والهلال والنصر. وفي مفاجأة كبرى لجماهير الكرة السعودية، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن احتمالية نقل مباريات بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة انتر ميامي الأمريكي مع قطبي الكرة السعودية للصين، حيث أوضح المستشار تركي آل الشيخ أنه تلقى عرضا من الصين من أجل نقل مباريات كأس موسم الرياض إلى الصين مع الحصول على 50% من دخل النقل التلفزيوني، مشيرا إلى أنه يدرس العرض في الوقت الحالي. هذا ويمثل هذا الخبر صدمة كبرى لجماهير نادي الهلال، حيث كان ينتظر جمهور الزعيم الظهور الأول لملعب نادي الهلال الجديد في أقرب وقت ممكن. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.